ويا صباح الفل. الناس اللي هتبدأ دايت من يوم السبت، بفكركم ان النهارده السبت، يلا نبدأ مع بعض نعمل احلى دايت. النهارده عامله لكم بيجلز او ساندوتشات او تسموها فطاير زي ما انتوا عايزين تسموها يعني. طبعا جلوتين فري، عشان انتوا عارفين ان احنا في الدايت بتاعنا ما بناخدش اي منتجات جلوتين. دي سندوتشات صغننه كده على قد كف الايد تقريبا. نقدر نعملها بحشوات مختلفه ونشيلها في الفريزر، تطلعوها تسخنوها. ممكن تعملوها ساده، ممكن تعملوها باي حشوات، بتبقى لذيذه جدا. طبعا تحطوا بقى فيها اللي انتوا عايزينه، جبنه تحط عليها خس، تحط جبنه شيدر، اي حاجه وتاكلوها. بتبقى لذيذه وسريعه ومتوفره في الفريزر. طلعوها سخنوها في الميكروويف او في الاير فراير او تسيبوها على الكاونتر وشويه وبعد كده تسخنوها في فرن، تبقى سهله قوي. تعالوا نعملها مع بعض، ما بتاخدش وقت. هنجيب كوبايتين ميه وهنحط عليهم كوبايتين من دقيق الحمص. دقيق الحمص متوفر عند العطار، متوفر في السوبر ماركت الكبيرة، دوروا عليها هتلاقوه، مش صعبة خالص. هنحط على قد المقدار السائل هنحط دقيق، يعني كوبايتين مية عليهم كوبايتين دقيق. هنزل عليهم بعد كده ببيضتين ومعلقتين زيت زيتون. هقلب كل الكلام ده مع بعضه، وبعدين هحط التوابل اللي انتوا بتحبوها. انا حطيت ملح وفلفل وبابريكا وكركم. ممكن ما تحطوش كمون، ما انصحش بيه، لانه هو طبعا في ناس لازم تحط مع الحمص كمون، بس انا ما بحبش كمون، بحس انه بيطلع طعم الحمص، ما بحبوش. حطيت بقى حشوات، حطيت زيتون وشويه سمسم. ممكن انتوا بقى تحطوا حتت جبنه، تحطوا اللي انتوا عايزينه. تكونوا مسخنين طبعا الفرن ساخن مسبقا على 180. هتجيبوا اي قوالب تحطوا فيها المحلول بتاعنا ده اللي احنا عملناه، المكونات اللي احنا عملناها دي. هنرشه بشويه زيت خفيف علشان ما تلزقش فيه، ونحط فيه شويه سمسم، وهنزل بالخليط بتاعنا. تقدروا ان زي ما قلت لكم بقى تحطوا بقى فيها حشوات اللي انتوا عايزينها، او تسيبوها ساده زي ما انتم بقى تحبوا يعني. هندخلها بعد كده الفرن على هتاخد حوالي نص ساعه، مش هتاخد اكتر من نص ساعه على حسب الفرن بتاعكم. وده شكلها بعد ما بتطلع، بتاكد ان هي استوت تمام. وبس كده، بتبقى لذيذه وريحتها حلوه قوي. طعم الحمص مش بيبان، الناس اللي بتخاف من طعم الحمص، طعم الحمص تقريبا مش باين خالص من التوابل. جربوها والف هنا وشفا.